عشان تتخطي احساس جلد الذات محتاج الاول تفهمي هو ايه الفايده بتاعه جلد الذات. هل ده بيخليني مثلا ابقى احسن؟ لان في بيبقى معتقدات خاطئه كده ان انا لما اجلد ذاتي خلاص انا المره الجايه مش هعمل كده، والعكس. لما بجلد ذاتي بدي لنفسي كده، بصدق ان انا انسان وحش فعلا، وبالتالي التندنسي او ميولي ان انا اعمل حاجه احسن بتقل قوي. وهنا الفكره كلها ان جلد الذات وعدم جلد الذات هو الفكره ما بين ان انا بفكر في اللي فات وفي اللي جاي. جلد الذات انا عمال افكر في اللي فات، ما كانش المفروض ان اعمل كذا، وما كانش المفروض ان كذا، ايوه، وبعدين ما استفدتش حاجه. لكن لما اقول خلاص انا غلطت فعلا، وعشان احسن المره الجايه هعمل كده، ده بيهون شويه. والحاجه التانية انك تتقبلي انك تغلطي، ان كلنا بنغلط. والحاجه التالتة تصلحي اللي انت عملتيه. عندك 3 حاجات: يا اما غلطتي في حق نفسك، يا اما في شخص، يا اما مع ربنا. لو غلطتي في حق نفسك اعتذري لنفسك، قولي خلاص انا مش هعمل كده تاني، يعني خلاص. لو حد هو اللي انت غلطتي فيه، خلاص اعتذري له، لو الاعتذار لو ده فتره قريبه يعني، والاعتذار ده هيحسن الموقف. ولو مع ربنا فهو ربنا قال لنا ايه؟ نتوب ونستغفر وهو بيسامحنا. عايز اقول انه في الاخر ان الغلطه دي ما بتقفش عندها الحياه مهما كانت الغلطه. فدايما فكري في اللي جاي مش في اللي فات عشان تبطلي جلد الذات.